يا مساء الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة سهلة جدا ومش هتاخد مننا 5 دقايق. اي نعم، كلنا الفترة دي بنعملها وبس. بالطريقة دي هتعملوها في 5 دقايق ومش هتاخد منكم اي وقت ولا اي مجهود، وهتاكلوا احلى واطعم ماربل كيك بجد. يلا تابعوا معايا. اول حاجة المقادير: هنحتاج 2.5 كوب دقيق. طبعا دقيق جميع الاستخدامات او دقيق مخصص للكيك. انا استخدمت دقيق الضحى، فهنحتاج منه 2.5 كوب دقيق، وهنحتاج كوباية من الحليب، كوباية من السكر، و3/4 كوب زبدة على زيت. انا استخدمت هنا في الوصفة نص كوب زبدة وربع كوب زيت. وهنستخدم 3 بيضات، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة كاكاو خام، ومعلقة صغيرة خل. اول حاجة هنحط كله في الخلاط، 3 بيضات وعليهم الفانيليا وكوباية الحليب والسكر والزبدة والزيت والخل، وهنخفقهم كويس جدا مع بعض لمدة 3 دقايق. بعد كده هنحطهم في بولة ونضيف عليهم الدقيق. طبعا الدقيق هنكون نخلينه كويس، ونحط عليه ذرة ملح والبيكنج باودر، ونخفقهم مع بعض لمدة دقيقة لحد ما الدقيق خالص يختفي. بعد كده هنجيب القالب بتاعنا وندهنه زبدة او زيت زي ما تحبوا. انا هنا استخدمت قالب نون ستيك ما بيلزقش فيه اي حاجة، فعملته بحاجة بسيطة من الزبدة. بعد كده هنحط 3/4 الخليط الفانيليا، وهنسيب ربع الخليط بس. هنضيف على ربع الخليط معلقة الكاكاو الخام ونخلطهم مع بعض كويس، وبعد كده نحطهم على خليط الفانيليا ونعمل اي شكل عشوائي من فوق زي ما هو ظاهر في الفيديو. نيجي بقى لمرحلة التسوية. طبعا واحنا شغالين في الكيك هنكون مشغلين الفرن، عشان طبعا لما الكيك تتحط في الفرن لازم الفرن يبقى سخن. هندخل الكيك بتاعتنا في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 50 دقيقة. بعد ال50 دقيقة هنختبرها نشوفها استوت من جوه ولا لأ، والشعة اخدت اللون الذهبي الجميل. اهم حاجة ما نخرجهاش على طول لما تخلص، لازم نسيبها في الفرن الاول 10 دقايق بس، يكون باب الفرن مفتوح. وده كان شكلها بصراحة هشة جدا وتحفة. يعني مش عايزة اقول لكم بجد ريحتها وطعمها بجد وهم. يلا لازم تجربوها. وانا النهارده استخدمت في الوصفه دي دقيق الضحى اللي هو جميع الاستخدامات، واستخدمت بيكنج باودر نوع اسمه بيرزداف وده اماراتي، واستخدمت فانيليا سافوري، والفانيليا دي نوعها هندي. يلا جربوا الوصفه ان شاء الله تعجبكم. ويا سلام بقى مع كوبايه هوت شوكليت كده او نسكافيه او شاي الصبح كده، او في العشاء زي ما تحبوا. يلا جربوها وقولوا لي ايه رأيكم، وبألف هنا وشفا مقدمة.